فتثبت الجنين، سورة الحاقة تثبت الجنين في بطن أمه. الله يبارك فيكم، اللهم صل على محمد. تثبت الجنين في بطن أمه، اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله. رجعت إلى أمك. بارك الله. هذه مسألة بسيطة. أولا قراءة ياسين وصافات لأم البنين مرة أكثر، 1000 مرة يا هادي. استغفار 70 مرة استغفر الله وأتوب إليه. الآيتين اللي موجودة في الجن في سورة نوح، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذه تقرأ كيف؟ ونذر خروف للعباس. نذر خروف للعباس. ومن هذه الساعة راح يثبت طفل ويصير ولد، بالشهر الرابع ذكروا خلوا له اسم. الشهر الرابع خلي ايدكم على جهة اليمين وسموه محمد. حتى لو بنت؟ ما هو الزلمة اسمه محمد. الشهر الرابع. الشهر الرابع. الشهر الرابع كيف يعني الشهر؟ يعني حملها الشهر الرابع، مو بعد 5 أشهر للوضع، يعني قبل الوضع ب5 أشهر. يعني بعد الجنين ما مكتمل، يعني هي الآن حامل صار لها 4 أشهر، يصيروا لها من سنة. هي مش حامل، هي بعدها مش حامل. أعرف لما تحمل وتحبل وتصير بشهر الرابع تضع ايدها على الجهة اليمنى وتقول هذا الطفل اسمه محمد، يطلع ولد. بس هو الصبي هو بيو اسمه محمد، يعني ما يخالف يعني شنو الفرق؟ ولازم يسميه محمد او علي. بس ما يغير اسمه، يعني ما يتغير الاسم. هذه مجربة، يعني بس يقول بده يسميه. لا، يسميه محمد او علي يطلع صبي. فهمت كيف؟ يعني ما في مجال، فلازم الاسم اللي وضعوه يحطوه اياه، ما يغيرون الاسم. يلا حاجة عشان ولا صورة ضبطة يا مولانا. يلا شنو هذا؟ يا مولانا يا بطل. بارك الله.